بعد ما خالتي ولدت ب6 أيام، قمنا من النوم قبل الفجر على صوتها وهي بتصرخ، ولما جرينا على الأوضة اللي هي نايمة فيها مع البيبي لقيناها واقفة عند باب الأوضة من جوه والطفل في حضنها وعمالة تعيط عياط هستيري وبتقول: غوريلا غوريلا كانت هتخطفه مني، كانت بتاخده مني بالعافية. كان كلامها غريب جدا ومش منطقي نهائي. غوريلا ايه دي وتخطف مين؟ ده ازاي يعني في الوقت ده؟ جدتي وامي وخالاتي بدأوا يهدوها ويطمنوها وخلوا كل الاطفال والكبار كمان نرجع اوضنا عشان ننام ونبعد عن اننا نشوف مشهد زي ده. ما كنتش مستوعب اللي بيحصل ساعتها برغم اني ما كنتش صغير ابدا، يعني انا ساعتها كنت في 3 ثانوي، او خلينا نقول ما كنتش مستوعب الموقف نفسه وكلام خالتي عن الغوريلا اللي جت تخطف طفل رضيع وعيطها وفزعها ونظرات الخوف اللي سيطرت على ملامحها وملامح امي وخالاتي وجدتي. مع مرور الوقت والاحداث المرعبة اللي حصلت بعدها فهمت كل حاجة وعشت ايام سيئة ومرعبة ومخيفة كتير ولسه فاكرها لحد النهاردة برغم ان مر عليها يجي اكتر من 15 سنة كاملين. لسه الاحداث بكامل تفاصيلها محفورة في ذاكرتي. زمان كنا كلنا بنتجمع في بيت عيلة امي، بيت ستي زي ما كنا بنقول، وخصوصا المناسبات اللي بتلم العيلة كلها. وفي الايام دي كنا بنستعد لاسبوع مولود خالتي الجديد، وليلة السبوع